السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعرف في فيديو النهاردة تفصيل مشروع استاد مصري أولمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتهاء أعمال النجيلة والكراسي والمرافق وإضاءة الاستاد من الخارج، والبدء في أعمال التراك والتشطيبات النهائية. استعداد للافتتاح قريب جدا. شايفين يا جماعة روعة استاد مصري أولمبي وأرضية الملعب عاملة ازاي؟ لو حضراتكم تفتكروا من قريب جدا في بداية فصل الصيف كانت النجيلة اللي موجودة في أرضية الملعب مكتملة النمو في أجزاء وأجزاء. لأ، وقتها قلنا لحضراتكم على لسان المتخصصين في أعمال النجيلة إن الموضوع مسألة وقت مش أكتر. مع ارتفاع درجة الحرارة هتبدأ النجيلة تكبر وتنمو أو تملى أرضية الملعب بشكل واحد زي ما حضراتكم شايفين مع بعضنا في الفيديو. ده اللي حصل دلوقتي مع ارتفاع درجة الحرارة الفترة اللي فاتت واليومين اللي فاتوا. آخر تطورات الاستاد تقريبا خلص بالكامل، سواء المدرجات أو النجيلة، وكل ده خلص زي ما حضراتكم شايفين. حاليا بيتم العمل في أعمال التراك اللي هو مزمار السياق الخاص بألعاب القوة. على الأرجح هيتم وهيتعمل بألوان اللون النبيتي مش الأزرق. طيب ليه أصلا يتعمل الاستاد بمزمار سباق؟ لأن الاستاد جزء من مدينة مصر الأولمبية بعاصمة إدارية جديدة، المقرر إن هي هتستضاف بطولة الألعاب الأولمبية عالميا إن شاء الله الفترة المقبلة. وزي ما انتوا شايفين معانا الاستاد من الخارج. ده الجهة القبلية من الاستاد. مراحل كبيرة جدا خلصت يا جماعة، وده الاستاد من الداخل اهو. تركيب المدرجات كلها كملت وكلها تم تركيبها بالكامل. بيتم حاليا ري الملعب وري النجيلة. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو يا جماعة ان بيتم حاليا العمل في اعمال التراك ومزمار السباق بألعاب القوة. يا ريت وانت بتشاهد الفيديو ومش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وما تنسناش باللايك للفيديو.